الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهو من هو؟ سيدنا ابو بكر الصديق. هذا الرجل سيدنا ابو بكر الصديق الذي كان ينفق على مسمع النوفل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو بكر كان ينفق على مسمع النوفل، لان مسمع هذا رجلا فقيرا، لكن فاذا بمسمع يقع في عرض السيده عائشه، يعني يتحدث ويقول مع القائدين في عرض ام المؤمنين السيده عائشه، ويقول كما يقول الناس بعض المنافقين اتهموا السيده عائشه الطاهره المطهره بانها زانيه، ولكن المسلم النواسه وقال كما يقول الناس، وهذا منهج كثير من الناس يقول له الناس يقولون كذا، الناس يقولون كذا، فاذا مسلح يقول مع القائدين. فماذا يقول سيدنا ابو بكر الصديق الذي كان ينفق عليه ويقدم له يد الاحسان؟ فاذا سيدنا ابو بكر الصديق يغضب غضبا شديدا من سيدنا مسلح النواسه ويقول والله لا انفق عليه بعد اليوم، لا انفق، مش هنصرف عليه ابدا، والله لا انفق عليه بعد اليوم. ولكن مسلح النواسه ندم ندما شديدا وشعر بالالم وشعر ايضا بالخذلان. فحين ذلك انزل الله تبارك وتعالى قرانا يتلى ليعلم الانسان الصفح والعفو والاحسان، فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاذا بسيدنا الصديق يقول بلى يا رب، بل نحب يا رب العالمين ان يغفر لنا، ثم صافحه ثم عفى عنه وصافحه، بل واكثر من ذلك اعاد اليه النفقه في باب الاحسان اليه. هكذا يقول شان الانسان المسلم اذا كانت المحبه في القلوب، فان هذه المحبه تحتاج الى تنميه، الى كلمه طيبه، سلام، في ان يكون افشاء السلام في اقوالنا وفي افعالنا، وفي تقديم الاعتذار لمن اخطانا في حقه، وفي قبول الاعتذار لمن اعتذر لنا. كذلك ايضا اذا كان الاسلام ونبهنا الى الطريق الذي من خلاله يحب بعضنا بعضا، فكذلك ايضا حذرنا من عده امور خطيره. هذه الامور بذويها تزيل المحبه مهما كان، ومن ضمن هذه الامور التي ينبغي للانسان المسلم ان يحذرها وان ينتبه اليها وان يبتعد عنها سوء الظن. من الامور الخطيره التي تزيل المحبه من القلب سوء الظن. وما معنى سوء الظن؟ سوء الظن ان الانسان يفسر اقوال الاخرين وافعالهم تفسيرا سلبيا بدون دليل. بعض الناس الان اذا قلت السلام عليكم يقول لك عايز ايه؟ كان كل ان يمر فيك يقول لك تدفع مصالح ولا. بعض الناس ايضا اذا قلت له يقول لك ماذا تريد؟ فاذا هناك بعض الناس منهج في حياته سوء الظن. والكثير من المشكلات الان من المشكلات تجد يعني مبناها قائم على سوء الظن والتفسيرات السلبيه. يقول لك والله فلان قال كذا وفلان فعل كذا، ثم يفهم او يسيء الظن في كلامه او في افعاله، ثم بعد ذلك تحدث الخصومات والنزاعات. تجد بعض الناس الان نظرا لسوء الظن بين الناس ممكن انه يقابلك لا يلقي عليك السلام، تقول انا عملت ايه؟ ماذا حدث مني؟ انا ماذا؟ ثم اذا اردت ان تقول له ماذا حدث مني يقول لك لا ماليش حاجه وهكذا. ولكن في كثير من الخلافات والنزاعات مبناها قائم على سوء الظن. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. كذلك ايضا اذا سوء الظن يولد القرار، لكن حسن الظن يولد في الانسان المحبه. كذلك ايضا من ضمن الامور السلبيه التي حذرنا منها رب البريه وهو الكبر. لك ان تتخيل انسانا متكبرا، هل يكون محبوبا بين الناس؟ انسانا متكبرا لا يرى الا نفسه، فبالتالي اذا كان الكبر سلوك فيه وامر فيه فهذا سبيل لان يكره وان يكره. لكن التواضع والمسامحه والعفو والصفح هذا سبيل في
وسائر بلاد المسلمين. اللهم امين، اللهم امين، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم، والسلام عليكم.